السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. راجع لكم بقى بفيديو خفيف كده وسريع. هنعمل أكلة حلوة جدا من بواقي اللحمة المسلوقة. شايفين طبق اللحمة ده؟ هنحوله دلوقتي لأحلى طبق لحمة مشوية. والله يا جماعة جربوه وإن شاء الله الطريقة هتعجبكم. كتير طبعا بيبقى عندنا لحمة مسلوقة زي دي، بنبقى مش عارفين نعمل ايه وبنزهق طبعا من الأكل. جبتها وجبت طماطماية كبيرة وبصلاية وأربع فصوص من الثوم وملح وفلفل اسود وروزماري. ما عندكيش روزماري مفيش مشكله، تقدري تستبدليه بزعتر. ما عندكيش مش مشكله. معايا زيت وخل، ومعايا معلقه صويا صوص، ومعايا معلقه من الباربيكيو. برضو ما عندكيش الحاجات، يعني اي حاجه يا جماعه استغنوا عنها. احنا برضو اهم حاجه عندنا الطماطم والبصل والملح والفلفل الاسود، عايزه اقول لكم، والثوم يعني. هنا بقى فضيتهم في الكبه بتاعتي وحطيت معلقه كبيره من الخل وكمان معلقه كبيره من الصويا صوص. هنا الفكره ان الصويا صوص بتديها ايه، لون غامق شويه. ومعلقه من الزيت، وكمان معلقه من الباربيكيو، برضو بتبقى حلوه جدا في المشاوي. جربوها بقى حتى لو اللحمه نيه او لو الفراخ نيه، جربوها تعجبكم جدا. ونزلت بقى بالبهارات وهضرب ضرب كويس جدا. عايزه نعمل الخلطه جدا جدا، ولا زبادي بقى ولا حاجه، لان اصلا اوريدي اللحمه مستويه. احنا بس بنستخدم الزبادي لما بتكون اللحمه نيه علشان تسرع من عمليه التسويه. اهي التتبيله اهي خلاص تمام زي الفل. علبه بقى، بوله، اي حاجه عند حضرتك، وهتفضي بالشكل ده اهي. عايزه اقول لكم برضو التتبيله دي تنفع لو في فراخ مسلوقه، يعني برضو جربوها تعجبكم جدا والله. عملتها كذا مره. هقلب بقى اللحمه في التتبيله، واحنا هنا مش محتاجين ان هي ايه تبات ليله والكلام ده، لا، هي نص ساعه بالكتير قوي وابداي اشتغلي. خلاص كده هسيبها في التلاجة. هنا بقى جبت صينيه عملتها بورق فويل، وجبت الاسياخ اللي انتوا شايفينها دي، وهنا كنت مقطعه قطعتين ليا كده ايه تعديل التست. طبعا ما عندكيش الاسياخ دي تقدري تحطيها في صينيه عادي جدا من غير اسياخ، تقدري تعمليها باسياخ شيش طاووق حلوه قوي. هحط قطعه وعليها قطعه ليا وبعديها قطعه لحمه. انا عايزه كده اضحك عليهم واقول لهم ان انا ايه جبت لكم الحاتي لحد البيت، ونسهل على نفسنا. واي تغيير يا جماعه في اي اكل ممكن يكون بايت، عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا. انا كتير جدا بيبقى عندي اكل بايت قبلها بيوم، بعمل له اعاده تدوير، هتبقى حلوه جدا. لو عايزين حاجات او وصفات من دي اكتبوا لي في الكومنت، وانا ان شاء الله هعمل لكم حاجات حلوه قوي. هنا خلاص كده بعمل اخر سيخ معايا زي ما انتوا شايفين، وهرصه كده بقى في الصينيه. خلاص كده تمام. هفضي بقى باقي التتبيله عليها من فوق، وهزودها بس شويه ميه بسيطه عشان ايه تفضل مطريالي الدنيا في الفرن. هنا بقى انا هحطها تحت الشوايه وكل شويه هقلبها، احنا مش محتاجينها تستوي فمش هنولع الفرن. بس حطيتها بقى تحت الشوايه. وهنا جبت حته قطعه فحميه صغيره، دي بقى برضو بتفرق جدا يا جماعه، وبتودي اللحمه في حته تانية. هولعها قبل ما اللحمه بتاعتي تتشوي. هنا خلاص بصوا اللحمه خطيره والله. عايزه اقول لكم يا جماعه، يا ريتكم كنتوا معايا كنت شميتوا الريحه واتشمعت كده وخدت طعم خطير. بصوا حطيتها بقى هنا، وحطيت الفحمايه وعليها مع نقطتين كده من الزيت، وغطيتها لحد ما تاخد ايه التدخينه بتاعه الفحم. هسيبها شويه بقى تاخد التدخينه دي، وبعد كده اتفرجوا على العظمه. عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. بس يا حلوين بصوا شكلها طبعا بيتكلم عن نفسها. حولنا اللحمه المسلوقه لاحلى طبق لحمه مشويه. تقدري تعمليه مع مكرونه او سلطه وعيش، تقدري تعمليه مع رز بسمتي زي ما يعجبك. ونضحك بقى عليهم في البيت ونقول لهم جبنا لكم كباب من بره. جربوها وان شاء الله الوصفه هتعجبكم. اشوفكم في خير، باي باي.